السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنقول قصة عن الأب والأم، قصة بعنوان العمود والسند. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه بيت أصيل جميل، عايش الأب عم حسن والأم سعاد مع ولادهم الاتنين، عمر اللي في إعدادي وسلمى اللي لسه في أولى ابتدائي. عم حسن الراجل الأصيل والجدع كان بيصحى بدري قوي وبيشتغل بضمير علشان يوفر لولاده الأمان والراحة. كان هو العمود البيت اللي كله مستند عليه. لما عمر جاب درجة مش حلوة في امتحان الرياضيات، عم حسن قعد معاه على السفرة بالليل، بدل ما يلومه شرح له الدرس الصعب بالصبر والحكمة، وقال له: يا حبيبي، الدنيا فيها مطبات، المهم انك تتعلم من المطبات دي. كمل، انا ظهرك وسندك في اي خطوة، ومفيش حاجة تخوفك طول ما انا موجود. أما مامته سعاد الزوجة الحنينة والأم الصبورة، فكانت هي السند والدفء في البيت. كل يوم الصبح كانت سعاد بتحضر الفطار اللي ريحته بتجيب الجوع، وبتسلم عليهم قبل ما يمشوا: يا حبايبي، خلوا بالكم من نفسكم، لو حد ضايقكم أو حد حصل له أي حاجة أول ما ترجعوا أنا موجودة علشان أسمعكم. وفي يوم كانت سلمى الصغيرة كانت بتجري واتكعبلت وجرحت صباعها، دموعها نزلت وجريت على حضن أمها، نسيت أي حاجة كانت بتعملها وضمت سلمى بكل حنان وطبطبت عليها وهي بتقول لها: يا روحي عليكي يا حبيبتي، بسيطة بسيطة. مامتها غسلت لها الجرح وحطت لها لزقة طبية وغنت لها أغنية جميلة لحد ما سلمى هديت. بعدها بدقيقة سلمى كانت بتضحك تاني، لأن حضن أمها كان هو الأمان كله. ولما الولاد كبروا وبدأوا يواجهوا قرارات صعبة زي اختيار الكلية اللي بتتناسب أحلامهم، كانوا بيرجعوا لأبوهم وأمهم علشان ياخدوا رأيهم. عم حسن بعقله الراجح وخبرته في الحياة كان بيوريهم طرق التفكير السليمة، وبيفهمهم إن مستقبلهم محتاج تخطيط مش اندفاع. ومامتهم بقلبها الكبير كانت بتسمع أحلامهم بفضول ومحبة، وبتديهم الدعم العاطفي والثقة في إنهم يقدروا يحققوا أي حاجة. الولاد دول كانوا فاهمين كويس إن وجود باباهم ومامتهم في حياتهم هو أكبر نعمة، أكبر نعمة في حياتهم. نعمة الأب اللي كان القوة اللي بتحميهم من قسوة الأيام، والأم كانت هي الاحتواء اللي بيخليهم يحسوا بالبيت الدافي دايما. وفضل البيت ده بوجود الأب كعمود ووالدتهم كسند مليان ضحك وحب وحنان، لحد ما كبروا الولاد وبقوا هما كمان مسؤولين عن بيوتهم. ولكن دايما كانوا بيقولوا مفيش حاجة خالص في الدنيا تعوض كلمة حلوة من الأب ودعوة الأم الصادقة من القلب. طبعا يا حبايبي، زي ما احنا عارفين وجود الأب والأم في حياتنا طبعا ما فيهوش كلام عن بر الوالدين وعدم عقوق الوالدين، وإن احنا نسمع كلامهم لأن هم اللي بيبقوا عارفين ايه الصح وايه الغلط. ما نسمعش كلام لأي حد من أصحابنا، المفروض نلجأ للأب والأم إن احنا نحكي لهم كل حاجة بتحصل لنا. ويا رب يحفظ أولادنا جميعا يا رب، وعودوا ولادكم دايما إن أي حاجة تحصل لهم بره يجوا يحكوها لكم، لأن انتوا السند والأمان وعمود البيت. سند وعمود في الدنيا كلها، شامل كل حاجة. الولد بس مش وهو صغير لحد ما يكبر ويتجوز، لا بالعكس، الولاد بيتنهم صغيرين في نظر أهاليهم لحد ما يتجوزوا ويخلفوا كمان. فيا حبايب قلبي، أتمنى إن شاء الله إن القصة بتاعتي تكون عجبتكم، وأتمنى إن انتوا تشتركوا في قناتي منوعات ماما فوفا، وانتظروني في فيديو جديد إن شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتعليق جميل منكم كده زي قلوبكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.